هنا بملعب نيلسون مانديلا. يا كرة هكذا السدد، هكذا كانت المتابعة من موراليسيلا. حتى الكرة حتى في شباك ماندريا أنتوني الذي يتلقى هدف المباراة منذ البداية. اعتمدوا على الكرة والكرة إصابة خطيرة. جول جول لا جول 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 جول. خطأ دفاعي فادح يكلفنا غاليا بتسديدة كامارا إيجيبو، والهدف الثاني لمصلحة المنتخب الغيني. ما هذا الذي يحدث؟ خطأ آخر في دفاع المنتخب الوطني الجزائري، وكامارا إيجيبو يسدد ويدون ثاني الأهداف. هاي كرة التغطية والإبعاد بالخطأ وفي المتابعة جول ثاني لمصلحة المنتخب الغيني. وجد نفسه وحده كامارا إيجيبو بدون مراقبة في الزاوية البعيدة. حطها في شباك ماندريا. دخلت يا ماندريا، تسديد من. السلام عليكم متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. الجميع شاهد هزيمة المنتخب الوطني الجزائري الغير متوقعة أمام منتخب غينيا على أرضية ميداننا وأمام جماهيرنا بنتيجة 2-0. الجميع الآن سيأتي ويقوم بالتبرير ويقول لك أن السنغال تعادلت وأن مالي خسرت وأن الأمور عادية ونحن فقط في الجولة الثالثة. ولكن علينا أن نستخلص الدروس، أن المنتخب الوطني الجزائري اليوم لعب أمام المنافس المباشر له في بطاقة التأهل إلى المونديال، وانهزم أمامه وأمام جماهيره يعني في ملعبه. المنتخب الوطني الجزائري سيلعب مباراة صعبة في الجولة القادمة أمام منتخب أوغندا وأمام 50,000 متفرج في العاصمة كامبالا. ماذا لو انهزم المنتخب الوطني؟ فكيف سيكون ترتيب المنتخب الوطني الجزائري؟ يجب علينا أن نتحدث بكل موضوعية. نقول لو أن جمال بلماضي كان مدربا للمنتخب الوطني الجزائري وانهزم في هذه المباراة، كيف ستكون ردة فعل الجماهير والصحافة؟ الكل سيقول أن بلماضي فشل وعليه أن يرحل. أنا الآن لا أتحدث عن فلاديمير بيتكوفيتش. فلاديمير بيتكوفيتش هو مدرب جديد، لا يعرف إفريقيا، لا يعرف أن إفريقيا تلعب فقط غلق اللعب وانتظار الفرص من أجل التسجيل. إفريقيا ليست أوروبا، إفريقيا لا تعتمد على اللعب الجميل أو الهجوم. إفريقيا اغلق اللعب، سجل هدف، تحصل على 3 نقاط وانتهى كل شيء. هذه هي إفريقيا التي كان على فلاديمير بيتكوفيتش أن يعرفها. أنا أتحدث عن الخيارات لفلاديمير بيتكوفيتش. قلناها في المرات السابقة أنه يجب الاعتماد على الكوادر لضمان التأهل إلى كأس العالم وبعدها القيام بالتغيير، ولكن الاعتماد على أسماء هزيلة لن تقدم أي شيء في المنتخب الوطني الجزائري أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. تخيل اليوم أنه لاعب في جهة عطال في الجهة اليمنى لا يوجد لاعب. لماذا لم يتم استدعاء رياض محرز؟ ولماذا استدعاء حاج موسى إذا لم يكن يريد إشراكه؟ يعني هنا تبقى متسائل. كيف تأتي في قائمة بلاعب يلعب بالقدم اليسرى هو لاعب واحد وهو حاج موسى؟ من قام بوضع هذه القائمة؟ أنا متأكد أن فلاديمير بيتكوفيتش لا علاقة له بالقائمة، ونعرف من يقوم الآن بهذه القائمة، والآن نشاهد ماذا يحدث. الآن المنتخب الوطني الجزائري معظم اللاعبين تم استدعائهم بالمحاباة. الأمر أصبح واضح. المنتخب ليس كما نقولوا بالعامية ماهوش حومة. المنتخب الوطني هذا يمثل البلد، يعني الذي يأتي تكون لديه الخبرة وكل شيء يكون لديه. اليوم شاهدنا إبراهيمي الذي كان يتحدث عنه الجميع. إبراهيم بعيد كل البعد، لم يقدم ولا شيء في المباراة، فقط مسك الكرة، الدوران، إعادتها وتضييع الكرة. أين هو بن رحمة؟ أين هو غويري؟ أين هؤلاء اللاعبين الذين كنتم تطالبون بأن يلعبوا أساسيين؟ لعبوا اليوم أساسيين. منظومة لعب اليوم لعب عشوائي، لا تكتيك ولا هم يحزنون. المدرب بعيد كل البعد عن التكتيك. الجميع كان يهلهل مدرب تكتيكي لعيبة. يا جماعة خلونا اللقاءات الودية ليست كاللقاءات الرسمية قلناها ونعيدها.
إفريقيا ليست كأوروبا قلناها ونعيدها. الأفارقة لما يأتون يلعبون للمنتخب الجزائري أي منتخب غلق اللعب وانتظار الفرص. اليوم شاهدنا منتخب غينيا مباراة كاملة يلعبون في الخلف، ولكن أتتهم فرصتين سجلوا عليك هدفين، خطأ من الحارس خطأ من المدافع، وحدث ما حدث. المنتخب الوطني الجزائري الآن تقريبا رهن كل حظوظه، لم تصبح حظوظه بيده، يعني من شغله أنه مش راح يتأهل، ولكن الآن المنافس الأول لك راح تلعب في أرضية ميدانه، يعني هنا الخطورة. يعني يمكن أن نبقى نحن وغينيا نتنافس على ورقة التأهل إلى آخر جولة ونذهب إلى غينيا، يعني هنا الأمور تكون صعبة. يعني حسابيا دخلنا الآن في حسابات جديدة لم تكن في الحسبان. تخيل أن جمال بالماضي أنهى الجولة الأولى والثانية ب6 نقاط، تخيل لو أنه أنهى ب4 نقاط كيف كان سيكون مصيرنا اليوم. تخيل لو أن جمال بالماضي فاز على أرضية ميدانه وتعادل خارجها لم يفوز، كيف كان سيكون مصيرنا الآن. يعني أن الأمور أصبحت صعبة جدا. لو نقيم اليوم أداء المنتخب الوطني الجزائري الآن نتحدث فنيا، لم يكن هنالك تناسق بين الوسط والهجوم، بين بنطالب زروقي، لم تكن تلك التوليفة الذي كان ينتظرها الجميع. يعني أنه ما كانش هناك تناسق بين هذين وسط الميدان، كانوا بعيدين كل البعد. الدفاع الجميع شاهد، توغاي وماندي قلناها ونعيدها، هذه الثنائية لا تصلح في المنتخب الوطني الجزائري، ثنائية لا تصلح في المنتخب الوطني الجزائري. ماندريا خلاص، ماندريا ليس هو الحارس الأول للمنتخب الوطني الجزائري. تقريبا الأهداف السهلة دائما تدخل على الحارس ماندريا، يعني نحن الآن بحاجة إلى حارس آخر للمنتخب الوطني الجزائري. هجوميا قلناها ونعيدها، لا تصلح ثنائية بن رحمة وغويري، يعني يا إما بن رحمة يا إما غويري، ما يمكنش يلعبوا هذا الاثنين مع بعضها. براهيمي مكانه لا يوجد في المنتخب الوطني الجزائري، براهيمي ليست له مكانة في المنتخب الوطني الجزائري، أحب من أحب وكره من كره. يعني اليوم كان من المفروض الدخول بتشكيلة واضحة المعالم، تلعب برأس حربة، يعني تعرف أنه غينيا لا تأتي للهجوم، غينيا اليوم جاية تدافع، تنتظرك أي فرصة تسجل أو تنهي المباراة بالتعادل. يعني هنا أنت كمدرب لأول مرة تأتي إلى إفريقيا ما لازمش عليك تكثر الهجوم، يعني تدخل اللاعب بن رحمة، غويري، براهيمي، بنزية، تقريبا هؤلاء الأربعة عندهم نفس الستايل، نفس اللعب، لا تنتظر منهم شيء، يلعبون نفس الستايل. بن رحمة مثل براهيمي، غويري نفس لعب بنزية، يعني ما تنتظرش أشياء كثيرة من هذا الرباعي. كان من المفروض أنه يكون عوار في المباراة، يعني عوار كان من المفروض أن يكون كلاعب وسط هو الذي يصنع اللعب، ما نعرفش عليه ما دخلش عوار، هل هو مصاب أم لا. كان من المفروض دخول عوار. بن ناصر لا نعلم هل هو مصاب أم لا نعلم لماذا لم يتم إقحام إسماعيل بن ناصر في التشكيلة الأساسية. يعني أمور غريبة اليوم من فلاديمير بيتكوفيتش، ولكن أنا لا أقوم بلوم فلاديمير بيتكوفيتش، الآن علينا أن نلوم الذين قاموا بجلب فلاديمير بيتكوفيتش، هذا أول أشخاص يجب محاسبتهم، وأنا أتحدث عن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، كذلك من قام بإعداد هذه القائمة، يعني شكون اللي قام بإعداد هذه القائمة؟ هل حقا فلاديمير بيتكوفيتش؟ هنا السؤال يبقى مطروح. يعني القائمة قلتها في فيديو سابق لو تعودون الفيديو أنه أضعف قائمة للمنتخب الوطني الجزائري منذ سنوات. المنتخب الوطني الجزائري لم تكن له قائمة ضعيفة مثل هذه، أضعف قائمة، يعني مكاش لاعب يصنع الفارق. لو كان اليوم لو تشاهد جهة عطال كانت تحتاج إلى لاعب مثل رياض محرز، ممكن توزيعة، ممكن مخالفة، ممكن ثنائية بينه وبين عطال تصنع الفارق. اليوم عطال تقريبا صعد هابط، لم يجد معالمه لا مع بنزية ولا مع ياسين براهيمي، ما قدرش يجد المعالم تاعو اليوم يوسف عطال، حتى أنه لو تتابعون في بعض المرات
لم يكن يريد أن يمرر لياسين بنزية، يعني أصبح يلعب على الكرات العالية. أيت نوري اليوم خارج مجال التغطية حقيقة، جهة يسرى ممكن كذلك لم يجد مع من يتناسق في اللعب، لهذا كان خارج مجال التغطية. إذا ذهبنا إلى الأنانية كانت من ريان أيت نوري، من إبراهيمي، من بالرحمة، من ياسين بنزية. اليوم لعب كله تقريبا كان عشوائي في المنتخب الوطني الجزائري. لهذا نتمنى أن يتم تصحيح الوضع، لأن المباراة القادمة أمام أوغندا في كامبالا سيتي ستكون مباراة مصيرية للمنتخب الوطني الجزائري. على الأقل التعادل المهم لا ننهزم، لأنه أبصم بالعشرة أنه من المستحيل مع هذا المدرب الفوز خارج في أدغال إفريقيا. انتهى مع ذهاب جمال بالماضي، انتهت أيام الفوز في أدغال إفريقيا. هذه أمور لازم نوضحوها للرأي العام، لأنه لاعب مثل جمال بالماضي لعب في المنتخب الوطني الجزائري، لعب في أدغال إفريقيا، عنده الثقافة الإفريقية، يعرف كيف يقوم باللعب في أدغال إفريقيا. لهذا لا ننتظر الكثير من المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في أدغال إفريقيا. على الأقل يجلب التعادل من أوغندا كنتيجة إيجابية، لأنه من ينتظر الفوز في أوغندا فهو مخطئ، لأن منتخب أوغندا منتخب صعب جدا، والمباراة القادمة ستكون صعبة جدا. هذا ما أردت أن نتحدث فيه في هذا الفيديو عن مهزلة اليوم للمنتخب الوطني الجزائري والهزيمة أمام منتخب غينيا على ميداننا وأمام جماهيرنا بنتيجة 2-1. إلى اللقاء.